السلام عليكم، وحشتوني. النهاردة بقى هنعمل مع بعض أجمل ورقة لحمة في الدنيا، عشان هناخدها وهنتغدى في المنتزه. واللي ما شافش فيديو المنتزه فهو موجود على قناتي سنة أولى طبخ مع شيماء على الفيسبوك. تعالوا بقى نقطع حتة لحمة بلدي كده حلوة مكعبات صغيرة عشان هنعملها سندوتشات، ونروح على البوتاجاز فورا. بعد ما ادينا اللحمة شطفة هننزل بمكعبات من الدهنة في حلة سخنة على نار عالية، ولكن لو مش بتحبيها ممكن تستبدليها بزيت أو بسمن زي ما تحبي. نجيب بقى اللحمة وننزل بيها تاخد صدمة على نار عالية برضو، مش هنهدي النار خالص، يا دوب كده تاخد صدمة ونبدأ نقلبها على الناحية التانية على طول، وبرضه تاخد صدمة ونفضل نشوح في اللحمة لحد ما توصل للون المكرمل التحفة اللي قدامنا ده. كده اللحمة تمام، بس طبعا ما استوتش، هقولك هنسويها ازاي. احنا بس اديناها اللون الجميل ده وما نزلتش اي عصارة خالص لان احنا شغالين على نار عالية. جبنا بقى بطاطسية كبيرة متقطعة مكعبات ونزلنا بيها على اللحمة، وتقدري تستبدليها بأي نوع خضار تاني أو تستغني عنها خالص زي ما تحبي. معانا كمان بصل متقطع مكعبات، أنا قطعت بصلتين كبار مكعبات أو حسب كمية اللحمة اللي انت هتعمليها، أو حسب كمان ما بتحبي البصل، بس لازم يتحط بصل. معايا كمان 3 طماطمات متقطعين مكعبات و3 قرون فلفل متقطعين مكعبات، ونزلت بيهم على اللحمة بتاعتي وبرضو اديتهم تشويح. جه بقى دور معلقة صغيرة من الثوم المفروم ومعلقة خل كبيرة جدا هتودي اللحمة في حتة تانية خالص. الخل بيطري الأنسجة وكمان بيديها طعم رائع. والتوابل بتاعتي كانت ورقتين لوري وفصين حبهان وعود قرفة خشب، ومعايا رشة صغيرة من الكركم ورشة صغيرة من السكر، ودول اختياري ممكن تستغني عنهم، دول بس لتعزيز اللون ملهمش أي علاقة بالطعم، ما بيأثروش عليه. كمان معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ورشة من الكمون، والملح ده بتاعك تقدري تملحي زي ما بتحبي، ملح كتير أو ملح قليل أو مظبوط. أنا حطيت كمان رشة خفيفة من القرفة الخشب، من القرفة البودر معذرة. وكده التوابل بتاعتي كلها زي الفل، مش محتاجة أي حاجة تاني. هبدأ بقى أشوح كويس قوي. الكلام اللي قدامي ده تشويحة حلوة وشكرا لحد كده. طيب هل اللحمة كده استوت؟ لا طبعا، هنجيب صينية وهنجيب ورقة فويل وهننزل نبطن الصينية بورقة الفويل كويس عشان أكمل سوى اللحمة بتاعتي في ورقة الفويل. هنزل بيها كلها كده على ورقة الفويل وأقفل عليها كويس جدا لأن هي هتستوي بالبخار، يعني مش هنضيف لها أي سوائل خالص. بس أهم شيء تقفلي الفويل عليها كويس لأن هي طبعا لسه نية ما استوتش. بصي البطاطس شايفة ما استوتش خالص. تمام، نيجي بقى نقفل ورقة الفويل كويس قوي وندخل بيها على الفرن السخن بس على نار هادية المرة دي، ونسيبها من ساعة إلا ربع لساعة ونص على حسب نوعية اللحمة. أنا عن نفسي عشان دي لحمة بلدي ومذبوحة في البيت بعد ساعة إلا ربع كانت استوت، لكن تقدري تسيبيها قد إيه براحتك. مش براحتك يعني لحد ما تاخد سواها، براحة اللحمة، يعني لحد ما تاخد سواها المظبوط اللي انت حباها. تفتحي عليها بعد قد ايه؟ ممكن معاكي بعد ساعة الا ربع او بعد ساعة تشوفيها هتلاقيها بقى نزلت العصارة التحفة بتاعتها دي منها فيها كده، احنا محطيناش اي سوائل، وكمان استوت درجة السوا اللي انت عايزاها. لقيتيها لسه ما استوتش بتقفلي عليها وتدخليها الفرن تاني، مفيش اي مشكلة خالص. عايزة بقى اقولك حاجة كده خطيرة رائعة تسد معاكي لو معاكي عزومة، لو خروجة، لو سندوتشات، لو مع رز، براحتك كله شغال. حاجة رائعة وسهلة وبسيطة، متاخدش يعني مواضيع كتير، كلها كده في الورقة. حاجة جميلة جدا جدا جدا. يا رب تكون الوصفة بتاعت النهاردة عجبتكم. ما تنسوش تشوفوا فيديو المنتزه على قناتي سنة أولى طبخ مع شيماء على الفيسبوك. ولو الفيديو عجبكم ما تنسونيش بلايك وباشتراك في القناة لو لسه مشتركين، وياريت نشيره. ومع السلامة.